السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نتوما تشوفوا في هذا الفيديو وصفتنا لنهار اليوم هي غاطو عين المر، حصريا ولأول مرة على قناتي في اليوتيوب وأول مرة على اليوتيوب جبت لكم وصفة حلوى عين المر بطريقة جديدة بشكل جديد والبنة عظيمة. هنروح نشوفوا مع بعضنا المقادير وطريقة التحضير. نحتاج 125 غرام مارغرين، نحتاج نص كاس سكر جلاسي، نحتاج صفار بيضة، ربع معلقة كبار تاع الزيت، نحتاج 2 ملاعق كبار تاع الكاكاو، نحتاج مغرفة صغيرة خميرة كيميائية ومغرفة صغيرة لافاني. ايضا نحتاج الفارينة باه نلمو العجينة. في غيسيبيون نحط كلش، نحط المارغرين، نحط السكر، نحط الصفار البيض، نحط الزيت، كامل المقادير مع بعض. ولازم تكون المارغرين تاعكم بدرجة حرارة المطبخ باش تسهل عليكم العملية وتقدروا تخدموها وتجيكم سهلة. تشوفوا قبل ما تكملوا تتفرجوا الفيديو ما تنسوش ديروا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. ايضا ما تنسوش ديروا لي جيم وابوني للفيديو باه يلحقكم كل جديد. بارطاجيوه مع اصدقائكم واحبابكم لتعم الفائده على الجميع. هنايا شوفوا حبيباتي، خلطوا كلش مليح كما راكم تشوفوا. انا الزبده تاعي كانت بدرجه حراره المطبخ، يعني سهلت عليا الامر لدرجه ما تصوروهاش. خلطتها فقط بسباتشيل. ورايحين نضيفوا ايضا نص كاس تاع كاوكاو مهرمش، كنت ما ذكرتلكمش في المقادير. نص كاس كاوكاو مهرمش ومحمص. شوفوا الوصفه هذه تجي بزاف بنينه، وانا اول وحده راني دايرتها في اليوتيوب، ما كانش كامل. دائما قاطو عين المر يجي على شكل دائري ويجي في النص حبة جوز، لكن أنا بدلت له الشكل نهائيا وبدلت له الطريقة وأعطيتكم طريقة بسيطة تقدر أي وحدة فيكم تجربها. هي شوي راح تجيكم صعيبة لكن صدقوني راح تعطيكم واحدة النتيجة بزاف مليحة. هنا بديت نضيف الفرينة بالتدريج حتى نتحصلت على عجينة تكون طرية. شوفوا البنات، عجينة تاع الكاكاو نعرف بلي تزرب تشرب. إذا كثرتي الفرينة أعرفي بلي راح تنشف لك وراح تشقق لك وما تعطيكش نتيجة مليحة. أنا هنا خذت لي 2 كيسان ونص فقط تاع الفرينه. كاينه فرينه تشوب، كاينه فرينه ما تشوبش. بالنسبه للمبتدئات حبيباتي، اليد اللي تكونوا تخلطوا بها في العجين ماهيش هي اليد اللي تعرفوا بها الفرينه. لازم تتلحوا بيدكم الاخرى اللي ناشفه، لانه اليد الاولى راكم تخلطوا بها راح تبقى ديما مشمخه في يديكم وتبقاو نتوما تضيفوا في الفرينه تحسب لكم باللي راهي مازال تختص فرينه، بصح هي ماهيش مختصه فرينه. هذه الحاجه لازم تحطوها مليح في راسكم حبيباتي. شوفوا قلت لكم بقى لي فقط نصف كاس تاع فرينة من الكأس الثالث. تخلطوا كلش حتى تحصلوا على هذيك العجينه اللي قلت لكم تكون طريه ما تكونش يابسه. نعرفوا بلي الكاكاو ينشف العجينه. هنايا نروح نوزن الكريات تاعي. وزن الكريات 30 غرام. شوفوا البنات، انا حندير في مول تاع السيليكون، واللي عندها مول تاع الحديد تقدر دير في مول الحديد. هنايا كاطو عين المر يجي في المول تاع الحديد هذا اللي راكم تشوفوا فيه، ويدهنوه بالزبده ويديروا له كوكاو ويحطوا حبه الكاطو طيب. لكن انا اليوم طيشت عليا هذا المول وحبيت ندير الطريقه اللي راني حابتها انا، وعطاتني واحد النتيجه يا البنات وبزاف بنينه بزاف باهيه شكلا ومذاقا وديكور. يعني جا الله يبارك ما عندي ما نقولكم فيه. انا واحده من نفسي كي جربته وخفت انه ما يصلحليش ويفزد لي، لكن في الاخير والله غصلح وجا روعه ودوك تشوفوه امامكم. هنا عندي كاوكاو مهرمش، عندي المارغرين، وعندي كريات خدمتهم بالالومنيوم. على بالي حين تقولوا لي بلي الالومنيوم ماهوش مليح. اذا حبيتوا هذوك حبات الالومنيوم زيدوا ديروا لهم البابي فيلم. هاي بابي فيلم ديروه لهم وحطوه. شوفوا هنا انا دهنت المول تاعي تاع السيليكون بالزبده، رشيت عليه الكاوكاو ورحت جبت العجينه. شوفوا العجينه تحكموا ديروا فيها ثقبه في النصف بيديكم وتروحوا تحطوها في المول. كي تحطوها ديروا ثقبه في الوسط بصبعكم، قعدوا غير كديروا في الثقبه حتى لتحت. هذيك الثقبه رايحين نحطوا فيها الكرابع تاع الالومنيوم. كي في كل حبه راح نحط كربعه الالومنيوم ونبقى نسوي بيدي كيما راكم تلاحظوا، وندخلها طيب على درجة حرارة 170 درجة. كي تشوفوه طاب من تحت شعلوا ليه من الفوق، ونعرفوا بلي الكاطو اللي فيه الكاكاو يزرب يضيب. شوفوا هنا البنات، بعد ما نحيتو من المول تاع السيليكون يسمى السكر نهائيا. هنا واش تحكموا تجيبوا الكاط ورايحين تنحيو هذاك الكاوكاو الزائد. شوفوا راني نعت لكم هنا فقط بالكاط تنحيو هذاك الكاوكاو الزائد وتجيو تخرجوا هنايا هذاك الالومنيوم. طريقه سهله جدا ومبسطه، يعني ما فيهاش طول حاجه صعيبه. شوفوا هنايا لانه احنا ديجا درنا ثقبه من الاول، هذيك الثقبه اللي درناها تغطات بالكاوكاو. تحكموا تنحيو هذاك الكاوكاو وديروا هذيك الثقبه في النص. شوفوا الكاطو تاعكم كيفاش يجي. نروح نزيد معكم حبيبه. شوفوا الحبه كيفاه راهي معمره كاوكاو. تحكموا فقط بهذاك اللاكاط. شوفوا
تنحيو هكذا برك الكاوكاو على الحواشي تاع الألمنيوم، ومن بعد تجبدو الكربوعة تاع الألمنيوم بالعقل، فقط تسيسو الحبة باه متكسرلكمش لأنه خفيف بزاف بزاف بزاف. شوفوا أنا كيفاش راني ندير، أسهل من هذه الطريقة ما كانش. شوفوا عطاني واحد النتيجة صدقوني يا البنات، جا بنين بنين بنين، والله العلي العظيم راني نحلف ما حطيت ريح يجي بهذه البنة وبهذه الخدمة. يعني حبيت نجيب لكم حاجة تكون ماهيش كاينة وتكون على طريقتي وتكون بالعمل تاعي، وحبيتكم ديروا وصفة تحمروا بها وجوهكم في العيد. ما عندي ما نقولكم في الوصفة هذه، جربوها يا البنات وقلبوا لي بالأخبار. شوفوا هنا يا حبيباتي الوصفة تاعي في الأخير ها هي أمامكم، نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. هنا واش كنت درت لها، كنت عمرتها بلا بطاطا ختيني تاع كريمة البندق، وأيضا كنت عمرتها بكريمة بكريمة البسكويت راهي تتباع برا، بزاف بزاف جات بنينه. في الاخير وصفتنا لنهار اليوم ها هي امامكم، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. جات بزاف بزاف خفيفه سهله وسريعه، وشوفوا لي هذاك الديكور، شوفوا لي هذاك الزين، وشوفوا لي هذاك البهاء. الله يبارك الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. جات واحد الوصفه لابد منكم انكم تجربوها، ونقول لكم تفرجوا الفيديو للاخير وديروا لي جيم كومنتير وبارطاجيو الفيديو مع أصدقائكم أحبابكم لتعم الفائدة على الجميع. يعني وصفة كيما هذه صدقوني ماكمش تلقاوها. ونقول لكم في الأخير باي باي، صحة سحوركم ولا صحة فطوركم. باي باي. راح لي المقطع كيما عمرته.